والقصة أن الروم لما دخلوا بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، وإذا بشيخ جليل إمام علم وهو أبو قدامة الشامي، إذا به يقوم ويذكر الناس بالله جل وعلا ويحضهم على الجهاد في سبيل الله، ويحض من لم يستطع على الإنفاق على المجاهدين. فتقبل الناس جميعا بفضل الله واستجابوا جميعا. فلما أراد الرجل أن ينصرف من المسجد وإذا بامرأة قد اعترضت طريقه وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد في المرة الأولى ولا الثانية، وفي المرة الثالثة قالت السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ قال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، فأردت أن أنال ثواب المجاهدات فلم أجد أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله، وهذا الأمر مخالف لشرع الله وسنة رسول الله، لكن المرأة اندفعت من باب غيرتها لدين الله ومن باب حميتها لنصرة دين الله، فلم يتقبل منها هذا الأمر لأنه مخالف، لكنه تبسم وقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرسي في سبيل الله، والله إنها لبشائر النصر. قال أبو قدامة فلما انصرفت في اليوم التالي للجهاد في سبيل الله ومعي الموحدون لنجاهد ونقاتل الروم، وإذا بصبي صغير يعترض طريقي ويقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. قال فتبسمت وقلت له أنت صغير تطوق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا ولا أن تثبت على خيل. قال سألتك بالله إن أمي قد استشهد أبي في العام الماضي هو وعمي واحتسبتهما عند الله جل وعلا، وقد قدمتني هذا العام هدية لله جل وعلا فلا ترد هديتها لله. فتعجب أبو قدامة وقال له أجيزك في الجهاد بشرط واحد. قال الغلام ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة وشفعت يوم القيامة أن تشفع لي عند رب العالمين. قال أجل لك ذلك يا أبا قدامة. قال فلما انصرفنا وبينما نحن في الطريق وإذا بهذا الصبي الصغير المبارك كان هو الذي يعد لنا الطعام والشراب ويعد لنا الغطاء والكساء، وبينما نحن في ليلة من الليالي وإذا به يذهب ليحضر لنا أو ليجهز لنا طعام العشاء، فلما ذهب فتأخر فأخذتني رعدة عليه وخشيت عليه، فلما ذهبت وجدته قد أوقد نارا ووضع القدر على النار ثم نام بجوار النار، فنظرت إليه فوجدته وهو نائم يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فقلت له يا غلام ما الذي حملك على ذلك؟ قال لا شيء يا أبا قدامة. قال سألتك بالله أن تخبرني. فقال له الغلام يا أبا قدامة إن أمي قد قدمتني هدية لله، فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحق جل جلاله يأمر ملائكته أن يدخلون الجنة. قال فلما دخلت فإذا أنا بباقة عطرة من الحور العين، وإذا بواحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها وما المرضية؟ قالت ألا تعلم من المرضية؟ قلت لها لا. قالت إنها زوجتك في الجنة. قلت لها وأين هي؟ قالت تريد أن تراها؟ قلت أجل. قالت إنها في ذلك القصر الذي أمامك. قال يا أبا قدامة فانصرفت إلى ذلك القصر وطرقت الباب ثم دخلت فإذا بحوراء والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة جمالها. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خدور الجنة منذ 500 عام. فقلت لها إذا فأنت زوجتي؟ قالت أجل يا حبيبي. قال فلما مددت يدي إليها قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. فتعجب أبو قدامة وقال يا غلام والله إنها لبشرى خير، والله إنها لبشرى خير. وإذا بالقتال يبدأ بالفعل في اليوم التالي في نفس الموعد الذي حددته
الحوراء بعد صلاة الظهر بدأ الجهاد بين المسلمين وبين الرومان المشركين. وإذا بهذا الغلام يقول له يا أبا قدامة سألتك بالله 3 أسهم، قال تضيعها؟ قال لن أضيعها. فأعطاه 3 أسهم، فوضع السهم في كبد القوس وقال السلام عليك يا أبا قدامة. ضرب سهما فقتل روميا، ضرب الثاني فقتل روميا، ضرب الثالث فقتل روميا، فانتبه له الروم فقتلوه، فنزل صريعا من على فرسه وقد سالت دماؤه التي تحرقت شوقا لنصرة دين الله جل وعلا. وإذا بأبي قدامة يتذكر تلك الوصية فيسقط من على فرسه ويقبل على الغلام ويقول يا غلام لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال له الغلام لن أنساها يا أبا قدامة، وسأشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة يا أبا قدامة. والله إني لأنظر إلى المرضية في قتلها الآن في الجنة، وإني لأنظر لنفسي وأنا معها في جنة الرحمن يا أبا قدامة. والله إن الله قد تقبل هدية أمي يا أبا قدامة. خذ هذا الخبيث، خذ هذا القميص المضمر بدم الشهادة فأعطه لأمي وقل لها إن ابنك يقول إن الله قد تقبل الهدية. فقال له أبو قدامة ومن هي أمك أيها الغلام البار؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين، يا لها من أسر عرفت قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة فحزنت لموت الغلام حزنا شديدا. قال فلما انتهى الجهاد في سبيل الله رجعت إلى تلك القرية التي تعيش فيها تلك الأم، فدخلت القرية وإذا بجارية صغيرة قلت لها هل تعلمي بيت فلان؟ قالت أجل إنها أمي. قال فلما ذهبت إلى البيت وإذا بالأم المسكينة الميمونة المباركة تخرج وتقول السلام عليك يا أبا قدامة، هل جئت معزيا أو مهنئا؟ قال قلت لها وما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فتلك والله البشارة. قلت والله إنها البشارة. قالت وما علامة ذلك؟ قال لها هذا قميصه مضمح بدم الشهادة وهو يقول لك يا أماه إن الله قد تقبل هديتك وإن موعدنا غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما قال تلك المقالة وإذا بالابنة الصغيرة تسقط ميتة حزنا على موت أخيها، وإذا بالأم المسكينة تنظر إلى ابنتها وقد ماتت بين يديها وهي تقول الحمد لله الذي لم يخرج مني نسلا إلى نار جهنم. أجل والله تلك الأسر التي عرفت قدر الله وأحبت لقاء الله فأحب الله لقاءها. فيا ترى هل نحن نحب لقاء الله؟ وهل الله عز وجل سيحب لقاءنا حتى يرحمنا في الدنيا والآخرة ويرفع عنا هذا البلاء الذي نعيشه؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات